يا دكتور بعد الخلع حضرتك قلت لي امضمض ميه بملح، لا انا لقيت وصفه كده من زمايلي، انا مضمضت بالبيبسي وسبحان الله ده وقف الدم على طول وخفيت. طب الحمد لله انك لقيت حاجه من صحابك وان التعليمات مشيت عليها مع اصحابك واصحابك فادوك وزي الفل. طالما ما عندكش مشكله قابلتك انا مطلوب اقول لك ايه؟ لا طبعا غلط. يعني هل كلامي تقتنع بيه؟ البيبسي مش للمضمضه حضرتك، البيبسي ده اصلا حاجه حمضيه، يعني حاجه تبوظ الدنيا، يعني حاجه ممكن بتعمل تاكل في طبقه المينا وطبقه الاسنان، ممكن تعمل تقرحات في اللثه. حضرتك لما بنيجي نتكلم على المضمضه ما بعد الخلع تاني يوم عشان بتكون الاوعيه الدمويه مفتوحه، لو في بواقي اكل دخل، لو في شويه بكتيريا اتجمعت، فالميه بالملح بتبقى حاجه مطهره تنظف الحاجات دي، ولو في شويه دم بينزل خلاص الموضوع بيخلي الدم يقف وينظف الجرح ده. ايه البيبسي اللي انت بتستخدمه؟ البيبسي ممكن يعمل تقرحات، فالحاجات دي مش صح ومش كلام مظبوط خالص، وانت متحمل مسؤوليه. بس هو السؤال، ليه كلام الدكتور عندك ملوش مصداقيه واصحابك ليهم مصداقيه؟ يعني ليه ما تتبعش تعليمات اللي متعلم اللي فاهم وتسمع كلام الوصفات؟ فاتحمل المسؤوليه انت بقى.